رجعنا لكم تاني طبعا مع ضيوفي كابتن زكريا ناصف نجم النادي الاهلي السابق، كابتن ايمن يونس. اسمحوا لي يعني خلوا القعده يعني عاديه يعني سهله، لان يمكن اكيد زي ما انا قلت في البدايه ان انا دايما متعود اكون ضيف ولكن اكون مقدم، دي جديده، ولكن اتمنى ان كنتوا تساعدوني طبعا اكيد. لا، اذا كنت بتقود حمله وبتقود احساس جديد وبتقود معنى مهم جدا للرياضه في الفتره دي، فده مهم جدا ان انت تقوده وتعبر عنه كراجل بتقود المنطقه النهارده جوه الاستاد. ربنا يخليك يا كابتن. لا هو طبعا يا كابتن ايمن انا سعيد طبعا بتواجدك معايا، سعيد بوجود الكابتن زكريا ناصف، نجمين كبار، نجمين الناس كلهم حبوهم. يعني هو يمكن السبب والله يا كابتن في الحمله، والسبب في ان احنا يمكن الدعوه ان فعلا احنا شايفين في الوقت في الفتره الاخيره دي يمكن الموضوع بقى صعب جدا. الموضوع انتوا حاسين ان بقى فيه يعني الواحد مش عارف، يعني انا ببقى موجود في الملعب، يمكن انتوا بتبقوا موجودين خارج الملعب، انا ببقى موجود في الملعب ببقى زعلان اللي بيحصل بينا ده، ببقى زعلان لان احنا في النهايه انا بقول ان احنا شعب واحد. يعني ليه اللي بيحصل بينا ده في الملعب؟ فيا ريت تدونا رايكم ايه، يعني ليه وصلنا للمرحله دي وايه سبب ده؟ يعني في خلال الحلقه عايزين ده اللي احنا نوصل للناس، ان احنا فعلا عايزين نبقى ايد واحده، عايزين كل واحد يشجع وكل واحد يساند وكل واحد، لان الجماهير دي هي عصب كره القدم. ازاي نخلص من ده؟ اولا انا سعيد بان انت استضفتني، وسعادتي زادت قوي في وجود كابتن ايمن طبعا، لان يعني انا هقول كابتن ايمن على الهوا بس هو بره ايمن صديق يعني حقيقي، وبيننا ذكريات قديمه جدا. انت بدات التقديمه محترف يعني ما فيش، وهنخلي الحلقه زي ما انت بتقول لان ده دورنا الحقيقه يعني. انا بشكرك على المبادره دي. احنا بنحاول طول ما احنا في الاعلام بنتكلم بس واضح ان الكلام مش مؤثر، يعني محتاجين ان احنا كلنا نتكلم بس نشتغل اكتر. يعني الكلام كتير قوي بس واضح ان الكلام مش مؤثر، فلازم نشتغل بقى، يعني كل واحد في تخصصه في مجاله يشتغل ويشتغل بجد. يتبقى حاجتين واكيد ايمن هيتفق معايا، ان يبقى في مصداقيه في الكلمه اللي بتطلع، في العمل اللي بيتعمل يبقى في حياديه بصرف النظر عن الانتماءات، لان كل واحد لازم هيكون بينتمي اكيد. كل واحد فينا سواء بقى اعلامي متفرج لعيب بينتمي، وده مش غلط، ده بالعكس ده صح. هو زي ما حضرتك بتقول طبعا يا كابتن، يمكن والسبب ان يمكن حبيت ان اللي يخاطب الجماهير هم اساس اللعب نفسهم، هم نجوم اللعب. يمكن انا لما حبيت اعمل فكره، طبعا زي ما حضرتك بتقول الكلام كتير ويجب ان يكون في فعل، يجب ان يكون فعل مننا احنا كلعيبه، يجب ان يكون فعل من الاعلام، يجب ان يكون فعل من الجميع. فيمكن يا كابتن ايمن، يمكن انا لما حبيت ان انا رساله توصل للجماهير تكون من اللاعبين نفسهم، تكون من النجوم اللي الناس بتحبهم، الجماهير اللي بتيجي عشانهم، لان هي في النهايه كره القدم هي متعه، الناس بتروح عشان تستمتع بيها. زيها انا يمكن بقول بمثلها زي المسرح زي السينما. فالناس بتروح المسرح والسينما بتخلص بتسقف، او لو ما عجبهاش الحدث بتمشي خلاص. فليه في كره القدم هي نفس الحكايه، هي متعه، فليه الناس بتروح عشان يحصل منها الاحداث دي، وليه ده بنشوفه. فيمكن عشان كده انا حبيت اللي يتكلم هم اللاعبين نفسهم، هم اللي يوجه رساله، هم اللعيبه اللي الجماهير دي بتيجي عشانهم وبتحبهم. نخش في الحلقه، نخش في الحلقه. خلال التعصب بجد اكيد طبعا. كل حاجه ليها جذور، كل حاجه ليها بدايات، زي الفتن الطائفيه، زي جذور التعصب والعصبيه اللي اصبحت متواجده في ملاعبنا. كنا فين زمان وبقينا فين دلوقتي؟ كنا زمان ممكن نتراهن ونضحك مع بعض على ازازه بيبسي، على خروجه، على سينما، على نتيجه المباراه. دلوقتي بقينا نستنى بعض في اماكن معينه عشان يحصل نوع من الاحتكاك ونوع من التصادم. بص التطور كلنا شركاء فيه، سواء اعلاميين، سواء صحفيين، سواء لاعبين، سواء جمهور. التعصب هو مرض اقرب للامراض النفسيه، وكمان مرض سهل العدوى منه. يعني لو واحد متعصب اعمى ما بيشوفش، مش فاهم يعني ايه رياضه، قد يصيب اللي حواليه كمان بضرر، وقد يزيد من تعصبهم. انت عايز توقف الحاله العمى، عمى الاحساس بالرياضه، عايز تفوق الناس، عايز تشيل من الغشاوه. اللعيبه اصحاب، زي ما انت اصطدمت في واقعك في المعسكر بتاعك، كلكم بتاكلوا وتشربوا وتضحكوا مع بعض. اللعيبه عندهم احاسيس مختلفه يا كابتن زكريا، والمدربين عندهم بيحترموا بعض واصحاب فعلا في كل الانديه بالظبط كده. عندهم تنافس
بس بمنتهى الرياضي ده ليه شرف، ليه شرف، ليه ميثاق اخلاقي. يعني زي ما انت بتقول الفير بلاي، بتطلع الكره بره، هي دي اخلاقيات انت المفروض مش تنعكس على الملعب، تنعكس على الملعب وبره الملعب. لما الجمهور يفقد ده، طب الجمهور متوتر ليه؟ يا اخي السنه دي البلد في مرحله انتقاليه خطيره، كلنا حاطين ايدينا مع بعض وكلنا حاطين ايدينا على قلبنا. البعد السياسي في البلد خطير. ايه التوتر اللي في الملاعب ده؟ احنا ما فيش ذكاء اللي عند المتعصبين، دول بيثيروا شيء سيء اسود في كلمه رياضه. لان البلد دي محتاجه هدوء، محتاجه تعاون ما بين المنظومه الرياضيه كامل باحساس. انت بتقول مش عايزين، انا بتفق مع كلمه الكابتن زكريا، مش عايزين شعارات وكلام اجوف ما بيوصلش لحد، النتيجه بتاعته دايما صفر. لكن تعالى الواقع مهم جدا. الجماهير فجاه بقت متعصبه جدا لكلمه دوري والكلمه عدم هبوط. ده نتيجه، تعالى بقى بمنتهى الواقعيه، عايز بقى تدوس على دمامل مرض التعصب. مفيش لوائح واضحه وصريحه قويه تطبق على الكبير والصغير. كل دي حاجات بتخلق فجوات في العلاقات ما بين احساس الجماهير واحساس اللاعبين والمنظومه الاعلاميه والصحفيه. مفيش قانون رياضي. قوانينك لحد النهارده يا كابتن احمد، يا كابتن زكريا، بتستند للقوانين سنه 77 وسنه 68 وسنه 78. قوانين هواه في واقع منظومه محترف. ان انا بدوس على الدمامل ليه؟ احنا فجاه العجله جريت، اللعيبه بقى محترفين. وده واقع العالم كله، مش حاجه احنا عاملينها جديد. الواقع العالم كله تحول لكده. بعض اللعيبه كمان اصبحوا بيثيروا التعصب بموجب محاوله ان هم يبينوا ان هم منتمين قوي للنادي ويموتوا نفسهم عشان النادي وبتاع. وبيساعدهم على كده الاعلام، وبيساعدهم على كده بعض الاعلاميين. خلي بالك، خلينا لازم في ناس اعلاميين وناس صحفيين قدوه تقرا لهم كده وانت مستمتع، تاخد منهم الاحساس يا كابتن، وانت حاسس ان هم فعلا بيقودوا رياضه. لكن احنا في حاله حرب. اللي احنا عايشين حاله حرب. هو اللي احنا فيه ده يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول، ان احنا فعلا، وده السبب اللي احنا خلانا يعني، او اللي احنا عايزين نوصل للناس ان احنا العلاقه بيننا علاقه طيبه. يعني انا عايز اقفل دي. اتفضل. زي ما انت بتقول البلد وقفت عند كل ما قبل اللي فات، وعايزين دستور وعايزين قانون لبلد يواكب العالم، سواء من الناحيه الاخلاقيه او المهنيه، او قانون محترف. البلد محتاج قانون محترف في الصناعه، قانون محترف في الطب. كل حاجه لازم تتحول لمنظومه احترافيه. حتى المنظومه الاداريه لازم تتحول لمنظومه احترافيه. دي يبقى لازم نقول السنه دي يا جماعه اي حد ياخد دوري، السنه دي يا جماعه اي حد ينزل درجه ثانيه، لان لازم نحط بلان برؤيه البلد تطورها عامل ازاي عشان الناس تهدى. لان الناس فاكره ان الفوضى الرياضيه هتفضل مستمره لما لا نهايه. لازم يبقى لها وقفه. الوقفه مش هتيجي غير بقانون وبلوايح وناس محترمه بتعرف تكتب وفاهمه على الجميع، ولوائح تطبق على الجميع، الكبير قبل الصغير. اكيد طبعا. هو في نقطه مهمه قوي احنا لازم نسال نفسنا، هل تعصب الجمهور ده فعل ولا رد فعل؟ ده سؤال مهم جدا. يعني هل الجمهور بينه وبين بعض بيخلقوا التعصب ولا في عوامل مساعده؟ انا في رايي الاثنين. ليه؟ لو دخلت على المواقع هتلاقي الجماهير بتصير بعض من خلال المواقع. مظبوط. يبقى هنا في فعل من الجماهير. لو في رد فعل للجماهير، في رد فعل. انتوا ذكرتوا اللعيبه، في لعيبه بتثير الجماهير في بعض الاوقات، مش كل الاوقات. يعني لما لعيب بيجيب جول بيعمل بايديه مثلا انه ذبح، ويروح للجمهور يقول لهم مثلا هص، او جمهور بيشتم فاللعيب يساعد الجماهير، ده بيثير المنافسين. ده وضع طبيعي. يبقى اذا هنا في وقفه عند كل لاعب انه لازم يلتزم باحترام الاخر. المدربين، في بعض المدربين، ودايما بنسمع اي مدرب بيتغلب بيروح رامي شماعه التحكيم على طول، فبتثير الجمهور على التحكيم. يعني المسؤولين، الاجهزه الفنيه، يعني دايما في ناس كتير ما بتبصش ان هي ادائها سيء، فيبدا يبص زي ما حضرتك بتقول انا لازم اعترف. ابدا بالظبط. يعني ده مهم. يعني في اوقات كتير قوي ان في فرق بتبقى ادائها مش على قدر المسؤوليه، او ما تستحقش المكسب او ما تستحقش الفوز، واول حاجه تبدا تفكر. ودي على فكره بتنعكس على اللاعبين. لما الاقي المدرب بتاع النهارده بيبدا يدور على شماعه، او الاداري بيبدا يدور على شماعه التحكيم وكده، بسهل على اللعيب ان هو بعد كده خلاص، هو كمان انا فتحت له باب ان هو يبدا يلاقي حاجه سهله. ان انا لو ما اديتش بشكل كويس ابدا اقول ما هو التحكيم ظلمني،
ولازم احنا كلعيبه ولازم احنا كمسؤولين نحمي التحكيم المصري بتاعنا، لان كلنا مسؤولين طبعا كأندية ومسؤولين كمسؤولين عن اللعب، لان احنا لازم كمان الحكم ده في الاول وفي الاخر. انا بعد اوقات على فكره، يعني انا بعد اوقات بتصدر مني حاجات انا ببقى حزين عليها، ببقى زعلان بعد ما بشوفها ان انا اتصرفت التصرف ده، بس باجي بعد كده باخد بالي، لان التحكيم انا شايف التحكيم المصري مظلوم. يعني الاخطاء وارده من الجميع، فلازم نساعد. لو احنا عايزين ننهض بتحكيمنا لازم نساعده، لو احنا عايزين ننهض الرياضه بتاعتنا بشكل قوي بشكل احترافي، يبقى زي ما قال الكابتن ايمن لازم يبقى فيه انضباط ولازم يبقى فيه لوائح، واللوائح تطبق على الجميع. عايزين قانون جديد محترف. بالظبط. هي دي كارثتنا ان احنا ما عندناش اليات تصنيع قانون يلائم واقعنا الاقتصادي، يلائم طريقه فكرنا، يلائم الاحترافيه الاداريه اللي احنا بنسعى اليها. الانديه يبقى فاهمه في ماده 18 ما فيش في ماده 18. التحكيم مسؤوليه اتحاد الكره ومسؤوليه لجنه الحكام. امبارح في مشكله الاسماعيلي المشكله تقع على مين؟ هل رئيس لجنه التحكيم اللي لازم يقول انا بستقيل فورا بموجب انه اخطا في حق النادي الاسماعيلي وما جابش حكام اجانب، بس هو في حكم في المباراه، ما انت دماغك رايحه جايبه. هل الحكم ده نازل متعمد يخسر الاسماعيلي؟ هل نظريه المؤامره اصبحت راكبه في دماغنا؟ هل كل واحد راكبه في دماغه؟ في ازمه ثقه واضحه جدا. هل نظريه المؤامره اللي بتواكب كلمه ازمه ثقه اللي بيقولها، هل خلاص هل اصبحنا بنفتخر بالعصبيه بتاعتنا؟ يعني في نصبح ده انا دخلت في وسط الالتراس الزمالك والاهلي والاسماعيلي، ايه النماذج المحترمه دي؟ الله، امال مين اللي بيصنعوا الفتن دي؟ انا لقيت بني ادمين محترمين في الزمالك وفي الاهلي وفي الاسماعيلي وفي كل الانديه وفي الاتحاد والمصري هو في حاجه يا كابتن عشان لكن انا هقفل بس بالكلمه دي، في عناصر مريضه مدسوسه، مريضه ومدسوسه بتعرف تثير الاحاسيس. بصوا الحكام قابضين، بصوا اللعيب ده مش عايز يلعب لنا عشان عايز يجدد عقده، بصوا اللعيبه ما لعبتش عشان ما قبضتش فلوسها. صدقني اللعيبه ما عندهاش الكلام ده كله خالص. حتى الصحفي اللي ما بيفهمش ويتفاعل مع الكلام ده ويبتدي يكتب ويثير احاسيس ناس، في ناس عاقله ومنتشره كتير. انا كل ما اقعد مع حد، يعني لسه قاعد انا في حوار مع الكابتن زكريا، طب انا عايز انتوا اتكلمت، انا عايز اقول وقت احتفال اي لعيب جوه الملعب بهدف لازم يقل، يعني من اداب الفير بلاي ما ينفعش. مش احنا بنلعب نهائيات افريقيه عشان اخرج الف في التراك واخرج انط من فوق اليوفط. انا جبت جون برفع ايدي في الملعب. حتى الموضه بتاعت بوس المدرب، وحتى الموضه بتاعت ان احنا نطير كلنا نقعد نركع ما كل الملعب فيه